السلام عليكم البنات، مرحبا بكم البنات معايا فيديو جديد. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو ديال اليوم. جمعه مباركه ان شاء الله باش ما تمنيتوا. نتمنى تكونوا كلكم مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم هذا الباغيت او الكومير منزلي. صراحه تيجي زوين بزاف، رائع. نتمنى يعجبكم، نتمنى تتابعوا معايا هذا الفيديو الاخير. الان غنمشيو للمقادير والطريقه ديال التحضير. وعفوا البنات، قبل ما نمشيو للطريقه والمقادير، هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف ما تلاحظوا راه تيجي هشيش، تيجي رائع البنات، غير جربوه. باغيت منزلي احسن من نبقاو نشرو الكومير من الزنقه. الصراحه تيجي زوين بزاف. يلا البنات هنا غادي ننتقلوا نمشيو للمقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للبنات، الاول حاجه غادي نديرو، غادي ناخذوا واحد الزلافه اللي غادي نوضعوا فيها واحد 2 معالق ديال الفورص او الدقيق الابيض. غنحتاجوا واحد المعلقه مملوءه جيدا بالخميره ديال الخبز، وغادي نحتاجوا الماء يكون دافئ. صافي غادي نخليهم حتى يتفاعلوا لينا جيدا، وعاد ندوز باش نوريكم المقادير الاخرين. بالنسبه للمقادير المتبقيه، غادي نحتاجوا واحد 6 الكيسان دائما العبار بكاس العنبه ديال دقيق الفورص، او غنحتاجوا 600 غرام. وغادي نحتاجوا البنات 2 كيسان ديال دقيق الفينو، الملح على حسب الذوق. وكيف ما لاحظتوا معايا المقادير الاوليه اللي درنا الخميره تتفاعل، انا غادي نكتب لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، وغادي نحاول نعيدها معكم. عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي 2 كيسان ديال دقيق الفينو او ربعه او 250 غرام، وعندنا قبيصه ديال الملح. وفي الاول راه تناخذوا واحد الزلافه اللي تنديروا فيها معلقه مملوءه ديال الخميره ديال الخبز، وفيها واحد المعلقه حتى ديال السكر. انا هنا درت غير سكيكرات كانوا عندي ديال القهوه، ما بقاتش عندي السنيده حتى نخرج نتقداها. صافي، والماء دافئ حتى تفاعلت لينا الخليط كيف ما لاحظتوا. الان ضفته على الدقيق وغادي نجمع بالماء دافئ. خاصو يكون العجين ديالي رخو شيئا ما، وفي نفس الوقت خاصو يكون مطاطي. انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يولي العجين. الان غادي نجمع، غادي نعطيه الماء في الاول مزيان كيف ما تلاحظوا معايا، وغادي ندوز باش غادي ندلكو. راه تيبغي الدليك البنات، اللي عندها العجانه تقدر ديرو في العجانه، لان باش غادي تدلكوا ليها مزيان. واللي عندها الخاطر غادي تجلس تدلكو تقريبا واحد 5 دقائق. صافي البنات، هنا كيف ما لاحظتوا راه جمعت العجين ديالي. واخا تيبقى يلتصق في اليدين، يلتصق في القصريه، غير ديروا معاه الخاطر كيف ما قلت لكم. الا كانت عندكم العجانه غتكون احسن. صافي، وغادي نجمعوا العجين، غادي ندلكوه مزيان على هذا الشكل تقريبا واحد 5 دقائق. اللي عندها الخاطر غير تدلك. قد ما دلكتي تيجي عندنا الكومير المنزلي ديالنا تيجي زوين، تيجي مفشفش من الداخل. المهم هنا غادي ندلكو مزيان وغادي نعاود نرجع معاكم. وهنا من بعد ما دلكتو، هذا هو القوام ديالو. شتي كيفاش تيولي مجموع، تيولي مطاطي في نفس الوقت. ضروري البنات يولي لكم العجين مطاطي في ايديكم. وصافي هنا غادي نغطيه بواحد الكيس بلاستيكي، وغادي نخليه تقريبا واحد ربع ساعه. هنا من بعد ما خليته 15 دقيقه تقريبا او ربع ساعه، صافي راه تيختمر ليا، تيرتاح شويه. غادي نحيد عليه الكيس بلاستيكي وغادي نحاول نكورو كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو ديال الكومير. المهم انا هنايا درت 7 الكرات او 7 الكوميرات، تيكونوا موين على حسب الطاوه اللي عندكم او اللاطه ديال الفران. المهم تقدروا ديروهم صغيورين، تيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نحاول هنا نقاد الكرات ديالي نلولبهم مزيان، نخليهم على جنب. صافي وغادي نجيب واحد شويه دقيق الفورص باش غادي نبدا نقاد الكوميرات ديالي. صافي البنات، هنا غادي نرش كيف ما قلت لكم شويه دقيق. غادي نحاول نبسط الكره غير واحد شويه، وغادي نبدا ندور فيها، نجمع فيها على هذا الشكل كيف ما تلاحظوا. صافي في الاخر غادي نقرصها مزيان. صافي وغادي نحاول نبسطها على هذا الشكل، نديرها على شكل كومير. كيف ما قلت لكم الحجم تيبقى على حسب الاختيار، على حسب الطاوه اللي عندكم. تقدروا ديروهم كبارين، تقدروا ديروهم صغارين، المهم تيبقى على حسب الاختيار ديالكم.
صافي هنا انا غادي نحاول نعاود لكم واحده اخرى. بالنسبه للطريقه راه جد سهله، راه كاع البنات ما شاء الله تيعرفوا يديروها. صافي وغادي نحاول ندهن شويه الطاوه ديال الفرن، ولكن عندنا هذاك الورق ديال الزبده غيكون احسن. صافي وغادي نحاول نستفهم في الطاوه. صافي لهنا راه ستفتهم في الطاوه كيف ما لاحظتوا. غنحاول نقاد ليهم الجنيبات ديالهم، نعطيهم على شكل، نعطيهم الشكل ديال الباكيت. صافي وغادي ناخذ واحد الاله حاده او زيزوار او موس يكون عندكم ماضي، وغادي نديرو فيهم واحد الشريطات على شكل باكيت، وتيبقى لكم الاختيار البنات. المهم هنا غادي ندير خطيطات جانبيين على هذا الشكل. صافي وغادي نخليهم يختمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم جيدا، وعاد غادي نشعلوا عليهم الفرن وغادي يطيبوا على نار تكون مهيله، يطيبوا مزيان من تحت. هنا البنات من بعد ما اختمروا لينا لي باكيت ديالنا او الكومير المنزلي، هنا غادي ندهنهم بواحد شويه الماء اللي درت فيه واحد نص معلقه صغيره ديال العسل. صافي غادي نديرهم فيه، غادي ندهنهم به مزيان، وغادي ندخلهم الفرن مباشره. اشنو تيدير هذا العسل والماء؟ تيعطيهم هاد واحد التحميره حمراء، تيجيو محمرين صراحه وتيجيو زوينين بزاف كلهم مذهبين. المهم هنا غادي ندير شي الزنجلان، وغادي ندردر غير واحد شويه الفورس على الاخر. تيبقى لكم الاختيار على حسب التزيين، تيبقى لكم الاختيار البنات. وغادي ديريكت غادي نديرهم في الفرن. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما وجدوا لينا. صراحه تيجيو بنات زوينين بزاف. حاولوا ما تجهدوش عليهم البوطه. صراحه تيجيو رائعين وتيجيو مفشفشين. بالنسبه للبنات لهاد الباكيت راه تيجي سندويشات، تقدروا تحشيوه باي حاجه، سندويشات الوليدات الغدا او العشاء. وتقدروا ديروه حتى الكوتي او الفطور ديال الصباح. صراحه راه تيجي زوين بزاف كيف ما لاحظتوا، راه تيجي من الداخل مفشفش مقطن وكله مهوي، وحتى الشكل ديالو صراحه تيجي زوين بزاف. نتمنى البنات يعجبكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. ولا كنتو اول مره تشوفي القناه ديالي، نتمنى اختي تفعلي الجرس باش يوصلك جديد الوصفات ديالي فضلا وليس امرا. وشكرا بزاف البنات على المتابعه، وجمعه مباركه ان شاء الله باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر، ويا ربي يحيد علينا هذا الوباء وترجع الامور كلها كيف ما كانت يا رب. الان البنات نكون وصلت لنهايه الفيديو. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.